انا عايز اعرف برضو الراجل غلط في ايه. مش دي الجماهير اللي راحت قبل كده ولعت وحرقت اتحاد الكوره وسرقت الكؤوس؟ الناس دي لو متعلمه مش هيعملوا كده. مش دي الجماهير اللي راحت المقابر بالليل تقرا الفاتحه وتتريق وسخريه في المكان المقدس ده؟ الناس دي لو متعلمه مش هيعملوا كده. مش دي الناس اللي روعت مارتن يول المدير الفني بتاعهم في 2016 وبعتوا له رسائل والراجل راح السفاره الهولنديه والحقوني؟ مين من جماهير فرقته. برضو الناس دي لو متعلمه مش هيعملوا كده. مش دي برضو الناس اللي راحت ضربت المدير الفني الاسطوري بتاعهم مانويل جوزيه في 2007 في ماتش النجم الساحلي في نهائي بطوله افريقيا اللي خسرتوها بالمناسبه في استاد القاهره 3-1؟ ضربوا مانويل جوزيه وخدوا الكاس وضربوا لعيبه النجم ومظهر اعوذ بالله من غضب الله. اللي مش مصدقني ممكن ابعت له الفيديوهات. الناس دي لو متعلمه برضو مش هيعملوا كده. مش دي برضو الناس اللي ولعت في مشجع لنادي الزمالك في 2008 في استاد القاهره الصاله المغطاه في كره السله؟ برضو الناس دي لو متعلمه مش هتعمل كده. مش دي الناس اللي راحت اقتحمت فرع النادي بتاعهم في مدينه نصر وضربوا لاعيبتهم حسام غالي وعمرو جمال وعماد متعب؟ الناس دي برضو لو متعلمه مش هتعمل كده. مش دي الناس اللي اتشتمت بالاب والام بالرئيس الحالي والرئيس السابق والرئيس الابدي وحلبسه وايه وزي العسل على قلبهم وتفسيرهم يقول لك ما كانش عندنا؟ امال انت ليه في المدرجات قبلها كنت بتقعد تقول صالح سليم مش ناسيينه امام عاشور مش عايزينه؟ ولا لما جت الاوامر رحت؟ الناس دي لو متعلمه برضو مش هيعملوا كده. نفتكر لكم ايه ولا ايه؟ مش دي برضو الناس اللي كتبت طالما طه لم الف ميم الف وهي طه الف لام ميم الف غلط وطلعوا من المطبعه ورجعوها وعلقوها في الاستاد وما خدوش بالهم؟ عادي جدا. برضو الناس دي لو متعلمه مش هتعمل كده. مش دي اللي كتبت المعارك مكان العوائق ودمروا اللغه العربيه اللي هي اصلا معلوماتهم عنها زي ما انا بقول عليهم جماهير محو الاميه؟ مش دي برضو الناس لو متعلمه مش هتعمل كده. ايه تاني؟ مش دي الناس اللي بتشتم اي لعيب ولما يجي حد يشتم لعيبتهم يفتكروا ان هم الادب والاحترام والاخلاق؟ شيكابالا بتشتم، قلنا شيكابالا يا عم بينرفزكوا. طيب رمضان صبحي اتشتم واتبهدل صح؟ عبد الله السعيد اتشتم واتبهدل صح؟ مين تاني؟ احمد فتحي اتشتم واتبهدل صح؟ خد بقى دي اللي محدش اصلا بيفتكرها لان معظم جماهير محو الاميه للاسف تحس انها متابعه كوره من بعد محمد صلاح لما راح ليفربول الانجليزي. فاكر لما احمد حسام ميدو كان في اياكس امستردام واتفق مع اياكس يجي يلعب مع الاهلي اعتقد في 2003 ولا 2002 في استاد القاهره، واحمد حسام